ومرحبا عن جديد أحلى متابعين، يسعد أوقاتكم وأيامكم، ومرحبا لكل اللي عم يتابعني من كل الوطن العربي. بتمنى يا رب هيك الفيديوهات تكون عم تحبوها وتستمتعوا فيها. وهلأ اليوم اجيتكم بفيديو مختصر وحلو، رحت زرتها لأمي والله يخلي لي إياها ويطول بعمرها ويخلي لكم أهلكم وأمكم يا رب ويطول بعمرهم. اليوم هيك فيديو رحت حبيت أزور أمي، أشرب عندها فنجان قهوة. أمي جارتي هي، الحمد لله رب العالمين، الله يديم الصحة عليها يا رب. وحبينا هيك نعمل لنا أكلة خفيفة وسريعة. شربنا قهوة، خلصنا قهوتنا، وأمي حبت تعمل لنا صحن إيج. اللي بيسمعها هي إيج أكلة تركية مثل التبولة تقريبا. المهم ما بدها شي، كتير سهلة وسريعة. بس قبل ما نبلش لا تنسوا اللايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل شي جديد يا أحلى عالم. بتمنى هيك شوية دعم منكم إذا بتريدوا. المهم هون أمي فرمت لها خس. المقادير تبع الإيج هو خس، بقدونس، بصل أخضر، بصل يابس، برغل ناعم، دبس الرمان، ودبس الفليفلة، ودبس البندورة. هي المقادير. وزيت الزيتون طبعا أهم شغلة. المهم أول شي لازم نفرم كل الخضرة عشان نضيفها على طرف لحتى نعمل الخطوة اللي جاي. طبعا أمي ما شاء الله عليها، اللهم صل على سيدنا محمد، شاطرة كثير بالفرم. يعني أنا أحيانا بيكون عندي عزيمة أو شغلة بقول لها أمي التبولة الحقيني، بتقلي هاتي شو بدي أعمل. لأنه أنا ما بعرف، ما بحب أفرم. يعني بحب بس يعني هيك التبولة لما أمي بتفرمها بتطلع معها هيك ما شاء الله ناعمة ناعمة ناعمة. وأنا حاولت من سوريا أجيب معي هاي الفرامة، ما بعرف الهيك موديلة جديد طالع بسوريا. فرجيتكم إياها بالفيديو السابق. بس ما مشي حال معي، ما بعرف، ما قلت لكم لازم يكون البقدونس ناشف. والبقدونس هون بده فرم ناعم، لانه هيك شوفوا عضه خشن بيكون، مو مثل عنا هيك العض ناعم ويكون، عرفتوا كيف؟ يعني بده شوي جهد بالفرم. هون طبعا امي عم تفرمه خشن شوي. ليش؟ لانه هي التبوله او هذا الايج بده حصريا يكون الخضره ما كتير ناعمه بصراحه. المهم هون امي فرمت البصل، حطته على القلايه وبدها تقليه مع زيت الزيتون. شوفوا لي المنظر، كتير طيب. اشتهيتكن. كتير طيبين هالأكلات بالصيف عن جد. يعني كل يوم زفر وكل يوم أكل وكل يوم زيت، لا خلينا هيك هلأ اليوم أكلات خفيفة مثل إيج، مثل تبولة، مثل مثلا شوربات خفيفة. لأنه الجو شوب، طبعا عنا مو شوب يا ربي، عنا برد. بس على اللي قاعدين مثلا ببلادنا العربية وعندهم هيك شوب، هيك أكلات مثلا تكون باردة أطيب. لسه شي يوم راح أخلي أمي تعمل لكم أكلة اسمها كبة بعدس. يا سلام، يعني من أطيب الكباية كباب. هلأ مثل الكبة النية هي، بس بيعملوها مع العدس. هلأ هون عم بتحمصه كتير منيح، لازم يتحمص البرغل، وبنفس الوقت البصل لازم ما يحترق، لازم يدبل بس. وضافت هلأ الدبس الفليفلة والدبس البندورة. كمون وهيك بعد ما بيكون البرغل برد عنا طبعا بنضيفه فوق الخضرة عشان شوي تدبل. هي هيك طعمها أطيب لما تدبل الخضرة. في منهم بيضيفوا لها بندورة، بس احنا بنحبها هيك، يعني حسب كل واحد ورغبته. هلأ شوية زيت زيتون وبتكون هون تبولتنا جهزة. وحسب كمان الرغبة، بتحبوا تضيفوا لها دبس رمان، بتحبوا تضيفوا لها ملح الليمون، أو بتحبوا إذا بتحبوا تضيفوا لها ليمون. فبس ليمون بدها تنزل مي كتير وما رح تطلع كتير طيبة. فالأفضل يا ملح الليمون يا دبس رمان، يعني أطيب بصراحة. وما بينحط لها توم، بينحط لها هلا أحيانا أنا بضيف لها إضافات ذرة أو هيك قصص، يعني حسب أنت رغبتنا. بس هي الأساسية بهالطريقة طبعا، وهي حصريا بتتاكل بالخس. المهم لهون بتكون الوصفة تبعيتنا خلصت،
وإن شاء الله هيك تكون عجبتكم. بتمنى تعملوا لي لايك واشتراك بالقناة وتفعلوا لي زر الجرس ليصلكم كل شي جديد، وهيك بدي شوية دعم منكم حبايبي.